بنكمل أحداث مسلسل البلاط الملكي، واللي لسه ما شافش الجزء الأول هسيب لك اللينك في التعليق المثبت وكمان في الوصف وعلامة الآي اللي هتظهر فوق. ويلا نكمل. بنبدأ مع جانج واللي كانت عايشة في العصر القديم وعايزة تنتقم من المشرفات اللي حبسوها قبل كده، وبتكون وقتها موجودة في قصر تابع لواحد من أفراد العيلة المالكة، وفي نفس الوقت بيكون في محاولة لاغتياله، لكنه بمهارة شديدة جدا بيقدر يتخلص منهم. والشخص ده بيبقى شبه سيجي جدا وبيقرب من جانج وبيسألها ايه اللي جابها القصر عنده، فبتقوله انها كانت بتحضر فخ للمشرفة بتاعتها، لكنه بيلاحظ انها مش بتكذب، وكمان لانه قابلها قبل كده وقتها بتفكره بنفسها وبتشكره على مساعدته ليها المرة اللي فاتت. وفجأة بينقذها تاني من واحد من اللي كانوا عايزين يقتلوه، وبيطلب منها تحمي نفسها بسرعة، وبعدها بيمشي وبيكمل مواجهة باقي القتلة. وبنرجع بعدها لجانج في العصر الحديث واللي بتطلب من سيجي يحميها ويداري وشها، فبتستخبى جانج وراه قبل ما قريب سيجي واللي اسمه موندو يشوفها، وده لانها متأكدة ان موندو عنده نفس ملامح الملك اللي امر بقتلها زمان. ولما موندو بيشوف الموقف بيفتكر ان سيجي اتعرف على بنت وبقى بينه وبينها علاقة، فبيقرر يسيبه براحته. وبعدها بيسألها سيجي ليه عملت كده، لكنها بترفض تقوله الحقيقة وبتشكره على مساعدته. ولما بتحاول انها تمشي بيمسكها سيجي وبيطلب منها تشرح له اللي حصل بقى، لكنها بتفضل مصممة ما تقولش حاجة. وبينزلوا هما الاتنين وبيكون المنتجين اللي اتخانقوا مع جانج موجودين عند السلم، فبتطلب من سيجي يساعدها مرة كمان ويمثل انها مغمى عليها ويخرجها بره المبنى. ولما الموظفين بيقربوا منها بتمثل جانج انها فقدت الوعي فعلا، فعلى طول بيساعدها سيجي وبيقول انه هياخدها المستشفى، وبعدها بياخدها وبيمشي. ولما بيوصلوا الشارع بيسيبها، لكنها بتقوم بسرعة وبتسأله عن الشخص اللي قابلوه فوق السطح، فبيقولها ان الشخص ده مجرد قريب بعيد واسمه موندو ومفيش بينهم اي علاقة قوية، وبتصمم انه يحكي لها كل حاجة عنه، وهو ما بيقدرش يرفض بسبب ان المنتجين خرجوا يدوروا عليها تاني. وفي الطريق بقى بيسألها عن السبب اللي خلاها تورطه في المشاكل، فبترد عليه وبتقوله انه طلب منها تعمل معاه اعلان فطبيعي يساعدها. وبعد شوية بيلاحظ ان جانج بدأت تحس بدوخة، وده لانها مش متعودة على ركوب العربيات، فبيروح محطة البنزين عشان يجيب لها دواء وكمان يفاول العربية، وبيسيب البطاقة البنكية مع العامل. وفي الوقت نفسه بيبتدي يفكر انه المفروض ما ينخدعش بطريقة جانج، لكنه بيلاقي نفسه اصلا واقف مخصوص علشان يجيب لها الدواء. اما جانج فبتبدأ تفوق شوية وبتلاحظ الشاشات الموجودة في محطة البنزين، وبتشوف صورة لموندو في واحدة من الحفلات ومكتوب انه شخصية ناجحة جدا، فبتفرح بقى انه مش قريب مباشر من سيجي لانها اصلا مش طايقة شبيه الملك. وبتستغرب اكتر لانها لقت ناس شبه الملك القديم، وبتعتقد ان موندو اكيد من نسل العيلة الملكة القديمة. لكن بعدها الاخبار بتعرض صورة لعيلة سيجي وبيكون موندو موجود وسط باقي افراد العيلة، فبتكتشف ان سيجي كان بيكذب لما قال انه مش قريب منه. وقتها بتتوتر وبتقرر انها تهرب قبل ما سيجي يرجع لان شكها فيه بقى يزيد، وبينادي عليها العامل وبيديها البطاقة البنكية اللي كان سايبها سيجي، فبتاخدها وبتمشي. ولما بيرجع سيجي ومعاه الدواء اللي جانج محتاجاه ما بيلاقيهاش، فبيقولوا العامل انها خدت البطاقة ومشيت. وقتها بيتصل بسرعة بمساعده علشان يوقف البطاقة، لكن قبل ما بيعمل كده المساعد بيقوله ان في مشكلة كبيرة جدا في الشركة ولازم يجي فورا. ولما بيوصل سيجي الشركة بيقول له مساعده ان في مشكلة في الشركة اللي كانوا داخلين معاه في تعاون، وان في الاخر الاتفاق ده هيخلي الشركة تبقى تابعة لشركة كاريزمان اللي مديرها موندو. وقتها سيجي بيطلب يعمل اجتماع فوري مع مجلس الإدارة علشان يلاقوا حل للمصيبة دي. وفي نفس الوقت بيكون في واحد من أعضاء مجلس الإدارة متعاون في السر مع موندو وبيسرب له كل اللي بيحصل، وبيعرفوا إن سيجي اكتشف الخطة وإن الشركة اللي بدأوا يتعاملوا معاها هي الفخ اللي معمول مخصوص علشان يوقع شركة سيجي ويدمرها. لكن موندو بيقرر يستنى وبيخلي سيجي يتحرك الأول قبل ما يعملوا أي خطوة. وبعدها بيسأل موندو عضو مجلس الإدارة لو يعرف حاجة عن حياة سيجي، فبيقولوا إن سيجي في الوقت ده بقى قريب جدا من بنت شغالة في مجال الدعاية وكانت مرشحة إنها تدخل الحملة الإعلانية الخاصة بالشركة. وكمان بيقول له إنها ممثلة مش معروفة وما فيهاش أي مميزات خالص تخليها مهمة. أما سيجي فبيكون قاعد وقتها مع مجلس الإدارة وبيحاول يلاقي طريقة يواجه بيها شركة كاريزمان، لكن بيتفاجئ إن الأعضاء بيعرفوه إن أسهم شركتهم نزلت بشكل كبير، وإن شركة كاريزمان تقدر بسهولة تطالب بتعويض ضخم أو حتى تستحوذ على الشركة كلها، وساعتها ممكن موندو يبقى هو المسؤول عنها بالكامل. وده بيخلي سيجي يرفض خالص وبيحس إنه عايش في كابوس. وبعدها بيروح بنفسه لمكتب موندو وبيهدده بشكل مباشر إنه يبعد عنه وعن شركته، وإلا هيخلي هدفه الجاي إنه يدمر كل شركات موندو ويخليه يخسر صورته قدام جدهم. وموندو بيحاول يمثل البراءة وينكر كل التهم اللي هو بيقولها، لكن سيجي بيقوله إنه عارف شخصيته الحقيقية كويس وإنه طول عمره بيمثل دور البريء. ساعتها موندو بيعترف له إنه فعلا ناوي يدمر الشركة وياخد الشركة دي لنفسه، وإنه مستحيل يتخلى عن حلمه مهما حصل. وبعد المواجهة دي بيمشي سيجي وبيبدأ يفكر
في خطة يحمي بيها شركته قبل ما الأمور تخرج عن السيطرة. وفي الطريق السواق بيحاول يهون عليه، لكن سيجي بيفتكر أول مرة شاف فيها موندو زمان، وقتها كان الجد فخور بسيجي جدا وكان بيعامله أحسن بكتير من دلوقتي. أما موندو فكان طول الوقت بيمثل البراءة قدام الكل وبيحاول يقرب من سيجي كأنه أخوه فعلا. وبيفتكر سيجي إنه في يوم قرب من موندو وهو شايل طبق الحلويات وقرر يشاركه، لكن موندو عامله بطريقة وحشة جدا وقال له يبعد عنه وإنه مش أخوه. ولما سمعوا صوت الجد وهو داخل، موندو وقع الطبق وكسره وهو قاصد، وجرح نفسه كمان علشان يلبس سيجي المشكلة. والخطة فعلا نجحت لأن الجد صدق التمثيلية وافتكر إن سيجي هو السبب. ولما بيرجع سيجي البيت بيسأله مساعده هيتصرفوا إزاي مع جانج، فبيفتكر طريقتها الغريبة وبيقول إنهم لازم يراجعوا قرار تعيينها في الحملة الإعلانية الجديدة. وبسبب الدواء اللي كان سايبه في العربية، السواق بيسأله فبيرد سيجي إنه كان تعبان شوية ومحتاجه. وقتها السواق بيفهم إن المشكلة أصلا من العربية نفسها لأنها بتتعب أي حد بيركبها، وحتى جانج كانت دايخة طول الطريق. فبيتضايق سيجي وبيزعق له إنه ليه ما قالوش الكلام ده من بدري، وبيفتكر إنها غالبا ما كلتش من وقت ما هربت. لكن على الناحية التانية بتكون جانج قاعدة في البيت وبتاكل الغدا اللي قدامها وهي أكنها ما شافتش أكل قبل كده. وبيكون جارها بيجهز نفسه علشان يقابل خطيبته وبيعرفها إنه مش هياكل معاها النهاردة. وفي المطعم جارها بيتفاجئ إن خطيبته قررت تتجوز واحد تاني وإنها كمان رتبت كل حاجة، فبيحس بصدمة وخيانة. أما جانج فبتكتشف إن الفلوس اللي معاها خلصت وهي بتشتري الحلويات اللي بتحبها. وقتها البياع بيقولها إنها ممكن تدفع بالبطاقة اللي في إيدها، وهي أصلا بطاقة سيجي، لكنها ما كانتش فاهمة القيمة اللي في إيدها فبتديها له وبيدفع بيها كل الطلبات. وفي نفس اللحظة دي بتبدأ توصل لسيجي رسائل على تليفونه بعمليات الشراء الكتير اللي عمالة تشتريها وكلها حلويات، فبيتصل بسرعة بالمساعد علشان يوقف البطاقة. لكن المساعد بيقول له إنه ممكن ببساطة جدا يكلم البنك بنفسه ويلغيها أو يروح ياخدها من جانج وخلاص. وساعتها السواق بيديله عنوان البيت علشان يروح يقابلها وياخد البطاقة. وجانج في طريقها للبيت بتلاقي جارها واقف مع خطيبته وهو بيقطع علاقته بيها وبيمسك الشنطة اللي كان جايبها لها قبل كده وبيرميها بعيد بعصبية. لكن قبل ما تقع على الأرض جانج بتمسكها وبتحتفظ بيها. ولما بترجع البيت بتتفاجئ إن سيجي وصل عندها، فبتفتكر إنه جاي علشان العقد وبتقوله إنها لازم تفكر كويس قبل ما تمضي لأنها فاكرة إنه موجود علشان شغل الإعلان. لكن سيجي بينكر وبيقول لها إنه مش جاي علشان كده أصلا، لأنها لا مميزة ولا غنية ولا حتى عندها خبرة. وبعدها بيطلب منها ترجع له البطاقة البنكية. فبتسأله جانج إذا كانت البطاقة دي هي الطريقة السحرية اللي بيجيب بيها أي حاجة نفسه فيها، وبتسأله كمان إزاي تعمل واحدة زيها. فبيبص لها لثواني كده وبيقول لها إنها مش هتعرف لأن لازم البنك يثق فيها الأول. وبعدها بيلاحظ إنها واقفة تاكل أكل من الشارع، فبيفهم إنها مفلسة. وقبل ما يعرض عليها يجيب لها أكل وبتقوله إن في مطعم قريب، فسيجي بيرفض في الأول لكنه في الآخر ما بيقدرش يقاوم وبيوافق وبيروح. وهناك بيدخل المطبخ وبيبتدي يطبخ بنفسه وبيتعرفوا على بعض من جديد. فبتقوله إن اسمها جانج وهو بيعرفها بنفسه بيقول إن اسمه سيجي. وجانج بتكون قادرة تأثر على سيجي بشكل غريب لكنه مش فاهم السبب، وبيسمعها وهي بتقول إن أي حاجة بتحصل لها بتكون قدر ومكتوب لها. فبيسألها لو مقابلتهم لبعض أكتر من مرة في نفس اليوم يعتبر قدر برضه، لكنها بتقول إن بسببه خسرت فلوس الإعلان اللي كانت هتعمله. وبعد ما بيخرجوا من المطعم بيسألها سيجي إذا كانت بقت أحسن من الدوخة اللي كانت عندها، فبتفهم إن جانج قلقان عليها لكنه بينكر وبيحرج وبيقول بس إنه مشغول وتعبان. وبعدها كل واحد فيهم بيروح على بيته. أما موندو فبيكون قاعد مع جدته وبيقولها إن سيجي دخل في علاقة مع واحدة شغالة في مجال الإعلام لكنه ما بيقولش هي مين. وقتها الجد بيفرح جدا لأنه عارف إن سيجي صعب جدا في اختياراته ومستحيل يقرب من أي بنت. وفي نفس الوقت بيكون سيجي راجع البيت وهو طول الطريق بيبتدي يفكر في جانج، وحتى لما بيشغل أغاني حب بيفتكرها فعلى طول بيغير الأغنية وبيقول إن مش جانج هي اللي هتسيطر عليه وبيفضل يفكر فيها برضه. وفي الآخر بيقفل الأغاني خالص. أما جانج فلما بترجع البيت بتلاقي جارها المسكين سكران ومدمر نفسه من الشرب، وبيقول إن البنت اللي كان بيحبها سابته لكنها ما بتتعاطفش معاه لأنها متعودة من العصر القديم إن الستات كانت بتدور على الجواز والارتباط والرجالة كانوا بس مسؤولين عن الحروب. وبتفضل تبص للشنطة اللي خدتها ومش فاهمة معناها، ولما بتدور بالتليفون على معنى كلمة رومانسي فبتعرف إنها مرتبطة بالحب. وقتها بتفتكر الأمير اللي اتنقلت لقصره زمان واللي كان أنقذها قبل كده، وبيفتكر كلامه ليها لما قال إن أكيد في سبب خلاها توصل لقصره لكنها ما كانتش فاهمة قصده. فبيشرح لها إن أهل القرية بيدوله ألقاب مرعبة زي الأمير بعين واحدة، لكن جانج بتقول له إنها مش خايفة
منه لانه انقذها قبل كده. ولما بيسألها عن اسمها وقتها على طول بيفوق سيجي من النوم وهو بيعيط. وفي اليوم اللي بعده بيروح للدكتور وبيحكي له عن الاحلام اللي بيشوفها، فبيفسر له الدكتور ان ممكن يكون بيحلم بحبيبته الاولى او بشخص عنده مشاعر قديمه ناحيته. لكن سيجي ما بيقتنعش بالكلام ده. وفي نفس الوقت مساعد سيجي بيقول للجد انه لسه مش عارف اي تفاصيل عن علاقه سيجي، لكنه هيحقق في الموضوع ده بنفسه. اما جانج فبتكون شغاله في محل وبتصور اعلان مع جارها على شويه منتجات، لكنها بتفضل تاكل من المنتجات نفسها خلال التصوير. فده بيضايق المدير وبيقول لها انها لازم تشتغل علشان تعوض اللي بتاكله، لكنها بتقول انها شبعت وهتمشي خلاص. وفي الشركه مساعد سيجي بيسألوا اذا كان رجع البطاقه، لكن سيجي ما بيردش. فبيقول المساعد انه كان ممكن يوقفها بسهوله، لكنه بدل كده راح مخصوص في وقت متاخر لحد بيت جانج علشان بس ياخدها بنفسه. وسيجي بيرفض يعلق على الكلام ده وبيقول بس ان البطاقه دي المفضله عنده، وبيقفل الكلام ده على طول وبيدخل الاجتماع. وفي الوقت نفسه بتكون جانج ماشيه في محل مكياج وبتشوف صوره للممثله المشهوره جيهيون على اعلان كبير، وبتحس ان ملامحها كلها خبز. والموظفه اللي معاها بتفتكر ان جانج معجبه بيها او بتقلدها لانها مركزه قوي في الصوره. فبتسالها جانج عن اسم البنت دي، فبتقولها انها جيهيون، وبتستغرب انها مش عارفه ممثله زي دي. اما سيجي فبيكون في اجتماع مع مجلس الاداره علشان يقرروا مين هتبقى واجهه الحمله الاعلانيه الجديده، وهل هي جانج ولا جيهيون. وكل ما اسم جانج يتقال سيجي بيكون فرحان، لكن شويه من الاعضاء بيعترضوا لانها لسه جديده ومفيش عندها اي خبره. وفي النهايه نتيجه التصويت الداخلي بتكون لصالح جانج. وفي نفس اللحظه بتكون جانج شغاله في المحل وبتشيل بضاعه، ولما بتشوف مشهد من مسلسل كانت بتمثل فيه جيهيون دور الاميره جانج بتبدا تتريق على تمثيلها، وعلى طول بتمثل المشهد ده بطريقتها قدام الناس. وكل الموجودين بيلاحظوا ان تمثيل جانج احسن بكتير جدا من جيهيون وبيشجعوها انها تدخل مجال التمثيل. وسيجي وقتها بيكون مبسوط جدا ان جانج هي اللي كسبت، ومساعده بيلاحظ انه واضح جدا معجب بيها، لكن سيجي بيقول انه بس بياخد برأي الاغلبيه لانه رئيس ديمقراطي وبيهتم برأي الموظفين. وبعدها بيبعت العقد لجانج، لكن بعدها المساعد بيرجع وبيقول له ان الشركه اللي جانج مضت معاها العقد لما عرفت ان شركه سيجي محتاجاها رفضت تفسخ عقدها معاهم. وقتها سيجي بيطلب يقابل رئيس الشركه ده بنفسه علشان يخليه يتنازل عنها. وفي الناحيه التانيه بتكون جيهيون مع مديره اعمالها، واللي كانت عايزه جدا ان جيهيون هي اللي تشتغل مع سيجي، لكنها مش عارفه تتصرف بعد اللي حصل. وقتها المديره بتقرر انها مش هتسمح لجانج تسيب شركتهم بسهوله، وجيهيون بتقول انها هتروح بنفسها مع المديره تقابل سيجي وتساله ليه ما اختارهاش. اما جانج فبتكون في البيت وبتشوف احلام صاحبه الجسم الاصليه سيو، واللي كان حلمها طول عمرها تبقى ممثله مشهوره. فبتقرر جانج انها تحقق الحلم ده. وفي نفس الوقت سيجي بيفضل طول الليل يفكر في جانج وبيبقى خايف انها ترفض العقد، وبيفضل يكتب كلام على ورقه وبيرجع يقطعها بعصبيه. وبعدها بيوصل اتصال من رقم مجهول لكنه بيعرف انه رقم جانج، فبتقوله انها وافقت على العقد. وقبل ما يلحق يتكلم بتقوله انها فعلا موجوده في الشركه وهتقابله. وبعدها بتقفل. فبتدخل جانج عند موظفه الاستقبال وبتطلب تقابل سيجي، لكن الموظفه بتبلغها انها نجحت فعلا في الاختبار وانها هتبقى مشهوره قريب لان تمثيلها كان مختلف عن باقي البنات اللي قدموا في الدور. وفي نفس الوقت بتوصل جيهيون مع مديره اعمالها، واول ما بيشوفوا جانج بيسالوها اللي جابها الشركه، وبيقولوا لها انها ما ينفعش تمضي عقد مع شركه تانية من غير موافقه الوكاله اللي مضت معاه في الاول. لكن جانج ما بتهتمش بكلامهم وبتحاول تمشي، لكن المديره بتمسكها. وقتها جانج بتتعصب جدا وبتعضها، فبتدخل جيهيون بسرعه وبتدي جانج قلم على وشها، لكن جانج بترد عليها بقلم هي كمان. وبيفضلوا الاتنين يضربوا في بعض بالاقلام لفتره وسط صدمة كل اللي موجودين. وفي الوقت ده بيكون سيجي بيسأل موظفة الاستقبال عن مكان جانج، فبتقوله على المكان اللي هي فيه. ولما بيطلع بيشوف اللي بيحصل وبيلاقي جانج وجيهيون بيتخانقوا. وقتها جيهيون بتحاول تمثل انها الضحية الضعيفة قدام سيجي، لكنه ما بيهتمش وبكل هدوء بيقول ان جانج بقت تحت مسؤوليته من دلوقتي، وبيسكتهم كلهم وبيقول قدام الكل انه من النهارده هو المسؤول عنها. وبعدها بيمد ايده بيسلم عليها علشان الصفقه تتم. وبنرجع بعدها للعصر القديم وبنشوف واحده من خادمات الملك بتقول ان جانج دخلت قصر الامير بسلام، وبيتضح ان ده كان جزء من خطه الامير من البدايه علشان يوقع اخوه في الفخ. وبعدها بيطلب من الخادمه تفضل تراقب جانج لحد ما يجي الوقت المناسب. وبعد ما جانج وافقت تشتغل مع سيجي بياخدها معاه وبيقول لها انه ناوي يشتري الشركه اللي هي شغاله فيها وبعدها ينقلها على مكتبه
بتحبه وبيجيب لها حاجة ساقعة تحطها على وشها بسبب الورم اللي حصل لها من الضرب، لكنها بدل ما تحطها على وشها بتقوم شرباها. وبعدها بتلاحظ ان سيجي بيتكلم معاها بتعالي شوية، فبتقرب من الشباك وبتقوله انه شخص مدلل جدا ومش مقدر النعمة اللي عنده، وان الشمس نفسها ممكن تساعده. وسيجي بيتضايق من تصرفاتها وبيطلب منها تخرج من المكتب، فبتقول انه حتى مش عايز الشمس، وفي نفس الوقت بتقول ان ما عندهاش شباك اصلا في البيت وانه مش حاسس بقيمة الحاجات اللي حواليه. ولما بتنزل جانج من المكتب بتفتكر ان سيجي جاب لها المشروب علشان يخفف الورم اللي على وشها، فبتفهم انه لسه قلقان. اما سيجي فبيكون قاعد لوحده في المكتب ومش فاهم هو ليه امن مكانه اساسا علشان يقرب من جانج ويساعدها. وقتها بيفتكر كلام الدكتور لما قال له ان الانسان ممكن يتصرف من غير وعي لو كان واقع في الحب. وبعدها بيلاحظ ان مساعده كان واقف من بدري وسمع كل الكلام، فبيطلب منه ينسى اي حاجه سمعها وبيطلعه بره المكتب. وفي نفس الوقت بتكون جانج ماشيه في الشارع وبتلاقي كلب متشرد بيقرب منها، فبتحاول تبعده لكنه بيفضل ماشي وراها، فبتقوم تخدعه وبتمشي بسرعه علشان يضيع. ولما بترجع البيت بتفضل تفكر في تصرفات سيجي وبتقتنع انه بقى واحد من المعجبين، فبتسأل صاحب العقار عن الطريقه اللي المشاهير بيعاملوا بيها المعجبين، فبيقول لها انهم تقريبا بيدوا لهم هدايا تقديرا ليهم. ومن هنا بتبدأ تفكر تجيب هديه لسيجي. اما سيجي فبيكون في الشركه مع فريقه وبيفكروا انهم محتاجين تمويل كبير جدا علشان يشتروا الشركه اللي جانج متعاقده معاها. وقتها بيقرر يطلب دعم مادي من جده، لكن الجد بيقول ان اي مساعده لازم يكون لها مقابل، فسيجي على طول بيوافق. وبعدها بيهزر سيجي مع جده وبيقول له ان ممكن يعتبر العزومه على مطعم نوع من الرشوه، لكن الجد بيقول له انه اصلا ما بياكلش غير في مطعم معين. في اليوم اللي بعده لما الجد بيروح المطعم ده، صاحبه المكان بتقول له ان المطعم زحمه قوي ولازم يستنى، لكنه بيكون مستعجل وبيقترح يشارك الترابيزه مع اي حد. وقتها بيلاقي جانج قاعده لوحدها وبتاكل، فبيعرض عليها يقعد معاها مقابل انه يدفع ثمن الاكل، فبتوافق على طول من غير ما تفكر وبتسلم عليه زي ما سيجي علمها. اما سيجي فبيكون لسه بيفكر في كلام جانج لما قالت ان بيتها ما فيهوش شباك، فبيسال المساعد اذا كان في فعلا مباني من غير شبابيك، فبيرد عليه ان الاماكن دي غالبا بتكون مخالفه والقعده فيها رخيصه جدا. لكن سيجي ما بيقولش السبب اللي خلاه يسال. وفي المطعم بتخلص جانج اكلها وبتطلب كمان اكل تاخده معاها للعشاء لانها عرفت ان الراجل ده غني. وبعدها بتخرج من المكان وبيكون جد سيجي مبسوط جدا بشخصيتها، بيقول انها طول ما هي ماشيه بنفس الطريقه عمرها ما هتعاني من الجوع، فبتشكره جانج على الاكل جدا وحتى على العظم اللي خدته. وبعدها بتمشي تدور على الكلب اللي شافته قبل كده لكنها ما بتلاقيهوش، فبترمي العظم في الزباله وبترجع البيت. وهناك بتحس بحركه غريبه حواليها وبتكتشف ان الكلب ده كان اصلا ماشي وراها طول الوقت اللي فات وكان جعان جدا. وقتها بتقرر تاخده وتربيه، لكن فجاه بيتم نقلها على الاسم لان المخرج اللي ضربته قبل كده بلغ عنها وطالب بتعويض. وقبل ما الامور تكبر جدا بيوصل سيجي بنفسه مع كل الاوراق اللي تثبت ان جانج بريئه وبينقذها من الحبس. وبعد ما بيخرجوا من الاسم بتساله جانج اذا كان قلقان عليها، كانه بيقول بسرعه انه بقى المسؤول الرسمي عنها دلوقتي وانها ساكنه قريب منه، فما فيش داعي تكبر الموضوع. وبعدها بيلاحظ الكلب اللي معاها ولما بيسالها بتقول انها لقته في الشارع. وبعدها بتساله عن اخوه موندو واذا كان بيزور بيتهم كتير، لكنه بينكر وبيقول ان ده ما بيحصلش. اما المخرج فبيروح يقابل موندو وبيقول انه كان خلاص هيحبس جانج، لكن سيجي وصل وانقذها. ووقتها موندو بيفهم ان العلاقه بين سيجي وجانج اكبر من مجرد شغل، لان سيجي عمره ما بيتحرك بنفسه علشان حد. وفي الطريق سيجي بيلاحظ ان جانج بتسال كتير عن موندو، فبيبدا يغير بشكل واضح وبيسالها اذا كانت معجبه بيه. وبعدها بيفضل يحذرها منه وبيقول انه شخص حقير ومش طيب زي ما الاعلام بيصوره. وكلامه بيخلي جانج تفتكر الملك في العصر القديم لما كان بيعامل الخادمات بقسوه وبيرمي السهام حواليهم وهم مرعوبين، رغم ان باقي البنات كانوا معجبين بيه. لكن جانج لما كانت بترجع اوضتها كانت بتفضل تعيط من الخوف. وفي الوقت ده وهي ماشيه مع سيجي بتفضل تبعد الكلب اللي قريب منها بعصبيه لحد ما بيسيبها، لكنه بيصعب عليها وبتسيبه عند سيجي مؤقتا لحد ما بتلاقي مكان مناسب تربيه فيه. وبتقوله ان الكلب ده هيبقى هديتها التقديريه ليه وانها عارفه انه مش حاجه غاليه لكنها ما تقدرش تديله اغلى من كده. وسيجي وقتها من كتر الفرحه بينسى تماما انه عنده حساسيه من الكلاب، لكنه بيتفاجئ انها سابت له الكلب ومشيت، فبيرجع بيه البيت وما بيقدرش يطرده علشان خايف جانج تزعل. وتاني يوم بيتصل بمساعده وبيطلب منه ياخد الكلب يربيه عنده، لكن المساعد بيرفض وبيقول له اصلا ان عنده حيوان اليف وبيساله جاب الكلب ده منين، لكن سيجي بيرفض يقول. وفي الاخر بيضطر ياخد الكلب ويرجع بيه تاني. اما جانج فبتكون قاعده في المطعم مع المديره وجيهيون، وهناك المديره بتعرض عليها دور مهم جدا في مسلسل جديد، وده بيخلي جيهيون تغلي من الغيظ لان جانج كده تبقى الوجه الجديد للمسلسل. وجانج بتوافق على طول علشان الاكل في المطعم عجبها وعايزه تبقى غنيه كفايه علشان تشتغل
تشتري منه براحتها، وبالليل بتوصلها رسالة من المديرة بتطلب منها تتفرج على كل المسلسلات المتاحة قبل التصوير علشان تتعلم أكتر عن التمثيل. ولما جارها بيجي يشوفها بعدها بيلاقيها سهرت طول الليل بتتفرج على مواسم كاملة وبتدرس الشخصيات بكل تركيز. والغريب بقى إنها كانت بتفرح جدا، بتضحك كل ما يجي مشهد في ضرب للخدم، وبعدها بتفضل تفكر في الرسالة اللي هتبعتها لسيجي لأنه بالنسبة لها بقى واحد من المعجبين. وبعدها بتبدأ جانج تكتب رسالة باللغة اليابانية القديمة، وده علشان تشكر سيجي على اهتمامه بالكلب بتاعها. وبيشوفها مدير المبنى وهي بتكتب، بيستغرب جدا إنها تعرف لغة قديمة بالشكل ده، وبيعرف منها إن الرسالة دي مكتوبة لواحد من المعجبين وإن اسمه سيجي. ولما بتروح جانج الشركة علشان تمضي على الاتفاق بتكون واخدة الرسالة دي كمان، وفي نفس الوقت بتلاحظ إن سيجي بيصورهم صورة تذكارية بعد التوقيع. بعد ما بيخرج سيجي من المكتب بتفضل جانج تراقبه علشان تديله الرسالة بنفسها، وبعدها بتروح له وبتقول له إن الرسالة دي علشان تشكره، وبتطلب منه يقراها بالليل وهو لوحده. وبالليل فعلا بيفتح سيجي الرسالة وبيتفاجئ إنها مكتوبة باللغة القديمة، فبيقعد طول الليل يحاول يترجمها، وبعد تعب طويل جدا بيكتشف إنها عبارة عن شعر كلاسيكي ورومانسي، فبيفرح جدا بالكلام ده. لكن بعدها بيلاقي جزئين تانيين جوه الرسالة، أولهم رسمة لجانج مع الكلب، والرسمة التانية بتبقى ليه هو ومكتوب تحتها المعجب الخاص بيا. وقتها بيفهم الرسالة غلط وبيقتنع إن جانج معجبة بيه وبتحبه، وده بيخليه يتوتر جدا ويتجنن من التفكير لأنه أول مرة يحس إن جانج ممكن تكون بتحبه بجد. وفي اليوم اللي بعده بنشوفه هو بيسأل مساعده بشكل غريب عن رسائل الحب، الحاجات اللي زي دي اللي البنات بتعملها لما بتعجب بحد، لكن المساعد ما بيكونش فاهم أي حاجة خالص من اللي سيجي بيقوله، فسيجي بيطرده بعصبية. أما جانج فبتكون فوق سطح البيت وبتجمع شوية أدوات وبتبدأ تبني بيت صغير جدا للكلب علشان يقدر يعيش فيه. وفي نفس الوقت بيوصل لها طرد من جدة صاحبة الجسم الأصلية، وكمان رسالة من مديرة أعمالها بتقول لها إنها لازم تطلع في برامج وتحكي عن الصعوبات والتحديات اللي قابلتها في رحلة النجاح. لكن جانج ما بتكونش عارفة أي حاجة عن حياة صاحبة الجسم الحقيقية، فبتقرر إنها تروح تزور جدتها بنفسها، وبتشوف العنوان اللي على الطرد. وسيجي بيعرف من مساعده إنه نشر إعلان عن الكلب اللي كان عنده، وإن صاحب الكلب الحقيقي تواصل معاهم وأخده فعلا، وكمان العمال نظفوا الشقة من أي أثر للكلب. لكن رغم كده سيجي بيكون عارف إن جانج هتزعل جدا وهتفتقده. وبعدها بيروح سيجي حفلة افتتاح الشركة الجديدة الخاصة بجده، وهناك باقي أفراد العيلة بيلاحظوا إن الجد عمره ما قدر يبعد عن سيجي لأنه الحفيد الوحيد اللي من دمه. وبعد الافتتاح بيفضل سيجي يفكر في كلام جانج عن موندو وإنهم مش قريبين جدا من بعض زي ما كان فاكر، فبيقرر يقرب من موندو ويسأله على طول إذا كان يعرف ممثلة جديدة طالعة. لكن موندو بينكر وبيقول إنه أصلا ما بيهتمش بالممثلين لا المشهورين ولا الجداد. وقتها سيجي بيتأكد إن جانج فعلا ما تعرفش موندو، لكن موندو بيبدأ يستهزئ بيه وبيقول إنه ما عندوش أي ميزة غير إنه واخد ملامح أمه الحلوة. فسيجي بيتعصب فجأة وبيضربه قدام الناس في وسط الحفلة. أما جانج فبتكون وصلت لبيت جدتها، وهناك بتشوف صور قديمة ليهم هما الاتنين مع بعض، وبتفهم إنهم كانوا عايشين دايما لوحدهم. وبعدها بتسأل جدتها عن السبب اللي خلى المنطقة كلها تبقى مهجورة، فبتقول لها إن كل السكان باعوا بيوتهم لمستثمر عقاري علشان يبني مشاريع جديدة، لكنها الوحيدة اللي رفضت البيع وقررت تفضل عايشة هناك لحد آخر يوم في عمرها. بعدها بتطلب جانج من جدتها تساعدها تفتكر الطفولة لأنها مش فاكرة أي حاجة منها، فبتبدأ الجدة تحكي لها إنها تعرضت لحادثة وهي صغيرة، وبعدها تصرفاتها كلها اتغيرت وبقت غريبة. لكن قبل ما تكمل كلامها بيوصل شوية رجالة تابعين للشركات العقارية علشان يضغطوا على الجدة ويجبروها تبيع البيت. وفي الوقت ده بيكون سيجي راجع مع جده بعد خناقة موندو، والجد بيكون متضايق جدا منه لأنه ضرب شريكه من غير سبب واضح، وبيحاول يعرف منه ليه عمل كده، لكن سيجي بيرفض يجاوب. وبعدها الجد بيعرفه إن موندو شريك معهم في المشروع الكبير، وإنه بيحاول بكل الطرق يشتري المطعم القديم اللي في الحي علشان يبني مكانه منتجع سياحي ضخم. وأول ما سيجي بيشوف المنطقة بيحس بإحساس غريب كأنه يعرف المكان ده من زمان. وفجأة بيبدأ البلطجية يهجموا على جانج وجدتها بالقوة، لكن جانج بتدافع عن المكان بعنف، وبيبان إنها محترفة جدا في القتال وتقدر لوحدها تضرب كل البلطجية وتوقعهم على الأرض. وفي اللحظة دي بيوصل سيجي وجانج بتسأله إذا كان قلقان عليها، لكنه ما بيعرفش يرد بعد اللي شافه. وبعدها بتسأله عن الكلب، فبيقول لها إن حالته الصحية كويسة جدا، فبتطلب بقى منه يرجعه لأنها عملت له بيت مخصوص. وساعتها سيجي بيضطر يقول الحقيقة وإن الكلب ما كانش متشرد وإن صاحبه الحقيقي جه وخده. لكن رد فعل جانج بيكون هادي جدا وبتشكره على كل اللي عمله، وبتقول إنه شخص لطيف وإنه يعتبر أحسن معجب عندها. والكلمة دي بتضايق سيجي جدا، وقبل ما يرد الجد بيدخل عليهم فجأة وبيسأل جانج إذا كان فعلا سيجي معجب بيها. وهنا جانج بتكتشف إن الراجل اللي أكلت معاه قبل كده هو جد
جد سيجي نفسه، فبيسألها الجد إذا كانت مرتبطة بسيجي، فبترد بكل براءة إنه معجب بيها وإن هو مصدر الأمان بالنسبة لها. لكن سيجي بينكر بسرعة قدام جده وبيبقى محرج، وبيقول إنه بس كان بيشفق عليها. وأول ما بيقول الكلمة دي نظرة جانج بتتغير تماما، وسيجي بيحس إنه بقى في مشكلة. وبالليل بتكون جدة جانج قاعدة في المطعم وحاسة إن في حاجة غلط، ولما بتقرب منها جانج بتسألها على طول عن هويتها الحقيقية. لكن قبل ما جانج ترد بيوصل موندو فجأة، وسيجي بيكون قاعد في البيت وبيفكر في كل اللي حصل، وبيحس بالذنب لأنه جرح مشاعر جانج قدام جده، وبيقرر إنه لازم يروح يعتذر. وفي نفس الوقت بتكون جانج قاعدة مع موندو، واللي بيوضح لها إنه جاي علشان يطلب منها تبقى قريبة من سيجي وترتبط بيه وكمان تتجوزه. وبيقول لها إنه لو عملت كده هيوفر لها كل حاجة نفسها فيها. وكلامه بيخلي جانج تفتكر الماضي، وتحديدا الملك في العصر القديم لما كان بيجبرها تدوق الأكل بتاعه الأول علشان لو في سم تموت هي بداله. والأسوأ بقى إنه بيقول لها وقتها إن اللحمة اللي بتاكلها دي كانت للكلب اللي في الحديقة. فبتحاول جانج ترمي الأكل من بقها، لكنه بيمنعها وبيأمرها إنها تقرب من أخوه الصغير وتبقى المرافقة الخاصة بيه، بالظبط زي ما موندو بيطلب منها دلوقتي علشان يستخدمها كجاسوسة ليه. ولما بترجع جانج للواقع بتروح البيت وهي حاسة إن محدش فاهمها، وحتى بيت الكلب اللي عملته ملوش أي معنى. فبتبدأ تكسره بإيدها بعصبية، وإيدها بتتجرح وهي بتعيط. وفي اللحظة دي بيوصل سيجي من غير ما يعرف إن موندو بيراقبهم من بعيد، وبيبدأ يسأل جانج ليه اختارت تعيش فوق سطح البيت بالشكل ده. لكنها متضايقة وبترفض تجاوب. وبعدها بتسأله هي عن سبب زيارته، وبتقوله إنه خلاها تحس إنها غبية لما افتكرت إنه معجب بيها. فبيعتذر لها عن اللي حصل قدام جده وعن كلامه اللي جرحها، لكنها بترفض الاعتذار وبتقول إنها مش محتاجة أي حاجة من حد، وإنه بنفسه قال إنه مش معجب بيها. ومع ذلك لسه بيبصلها وكأن بينهم مشاعر حقيقية. وقتها سيجي بيرد وبيقول إنه فعلا معجب، لكن جانج ما بتصدقوش، فبتقرب منه أكتر علشان تتأكد. فبيقول لها إن ده مش كفاية، وبعدها بيشدها لحضنه على طول. وفي اللحظة دي جانج بتبدأ تصدق إن مشاعره ناحيتها حقيقية فعلا. ولهنا الجزء التاني من المسلسل بيخلص. ولو عجبتك حلقة النهاردة ياريت تعمل لايك واشتراك للقناة علشان يوصلك كل جديد. وبس كده حبايبي، سلام.